23 مباراة هي متأخرة عن هذه الجولة بحكم الالتزام القاري بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي المتوج حديثا بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، وهو اللقب الثاني في مسيرة نادي الرجاء الرياضي الذي يعود لأجواء الدوري المغربي مرة أخرى من أجل السعي لاحتلال المركز الثاني في نهاية الموسم الحالي، وهو المركز الذي سيخول للفريق المشاركة في دوري الأبطال، أو بالأحرى عودة نادي الرجاء الرياضي لمكانة الشامبيونز ليج، بينما هنا الثانية من كل فعاليات نادي الكوكب المراكشي بمناسبة تتويج الرجاء بكأس السوبر الإفريقية وتتويج نعم للفريق الأخضر، ولكن أيضا لا ننسى بأنه تتويج لكرة القدم الوطنية في نهائي آخر جمع بين مراكشية طبعا التي فرضت على المكتب المسير هذا الرجل الغير غريب عن العائلة المراكشية المراكشي، بينما كرة هنا ملعوبة العرضية والمتابعة في نهاية المطاف من الجهة اليمنى. طبعا أتذكر الكوكب المراكشي مع إفريقي، لو تتذكروا الموقعة نعم التي لن تنسى بالنسبة لأنصار الهاني، بينما التنشيط الهجومي طبعا القيادة ستكون لعبد الإله العميمي، واحد من الوجوه المعروفة في تشكيلة فريق الكوكب المراكشي. رضا الزهراوي تقريبا أسلوبه بالنسبة لعزدي بالنيس الاعتماد على بولاكسوت ورضا الزهراوي وكذلك عبد الاله عن، بينما الكره هنا رجويه على الجهه اليسرى، محاوله المرور من جانب اللاعب رحيمي والكره تطول بعد ذلك المراكشي. محمود بن حليم من الاختيارات الاساسيه واللي اصبح طبعا واحتجاج اللاعب محمود بن حليم اللاعب السابق لنادي اتحاد الفتح الرياضي، هنا فتره اللي يحتاج فيها فريق الكوكب المراكشي المناصره والتشجيع من طرف مدينه وفي مدن اخرى. في الجهه اليمنى 1-2 محاوله الاختراق، ولكن فابريس نقا دائما مراكشيه الاختراق لم يكن ممكنا مع تواجد اللاعب فابريس. 4 مباريات او نعم 4 مباريات جرت يوسفية برشيد مع المولوديه الوجديه، اللقاء انتهى 1-1 بينما لامس على حساب المغرب التطواني. فرصه رجويه داخل منطقه الجزاء، دائما الكره لا زالت قائمه والهجمه لا زالت متواصله لفيش الحارس ناس سليتي، بينما زكريا حدراف يرتكب الخطا وبالتالي في ذلك النهائي ب2-0 على حساب النجم الساحلي التونسي. بينما كره ملعوبه على الجهه اليسرى، زكريا حدراف يحاول لكن التماس مرفوعه داخل منطقه الجزاء. فرصه محمد بايو يتصدى لابرز كره منك يا عمر يا ابو طيب، تواجد في منطقه الجزاء. اخر شيء كلنا نتصوره الحضور لامار بوطيب في هذا الموقع بالذات، يسدد الكره وتصدي رايه. التصدي كان ممتاز منك يا محمد يا بايو في الركنيه. الرجاء الرياضي تلعب الركنيه من طرف اللاعب عبد الرحيم الشاكير، وصلت لفابريس المتابعة هدف هو الذي سيسهل بكل تأكيد مهمة فريق الرجاء الرياضي للخروج بالانتصار، وبالتالي يقفز إلى مركز الوصف. ذكرت بأن الأخضر الآن غير مسموح له بالترجي الرياضي التونسي، الآن أعتقد يبقى لقب البطولة الوطنية 2000 وأكد بلقب كأس السوبر، بينما الكوت أكادير زد على ذلك بدرجة أقل يوسفية برشا. تمشي كرة أمامية في اتجاه من زكريا حدراف، وحده زكريا لحق بالكرة صعب جدا. راكوشي والنجم الساحلي في 6 فاز باللقب الكونفدرالية على حساب السي اس اس نادي صفاقسي، بينما فرصة للكونورات لعناصر الكوكب المراكشي لإعادة مرة أخرى لهذه العرضية البحث في اللقطة الماضية على الدابي وكذلك الزهراوي. لكن كثير من المباريات لحساب الأندية المغربية الكرة أمامية والمتابعة اللي فعلا كان حاضر في ذلك العديد من الألقاب سواء في الدوري المغربي وكذلك كأس السلامة على مشارف في منطقة جزاء، واليعقوبي شاف فيها خطأ. نعم اليعقوب منطقة جزاء هذه الإعادة للسلام. لاحظوا هنا الذكاء الهاني اللي اصطاد، نعم الهاني اللي اصطاد ركلة حرة. غزول يسدد الكرة تطلب الجدار، وأنس سيتي يتصدى لهذه الكرة. نعم يختار كرة مراكشية في هذه اللحظات. غزول يسدد ويتابع بعد ذلك، تحصل على الركنية، تلعب الركنية بسرعة. هنا وصريسي العرضية داخل منطقة الجزاء، يخرج أنس يتابع هذه الكرة، وقلت كان هو المنقذ في كثير من المباريات لها محسن ياجور وجانب من هذه الظرفية الصعبة. بالعودة لمحسن ياجور صاحب 12 هدف، فارق 3 أهداف بينه وبين لابا كونجو مهاجم النهضة البركانية. مشاهدينا الكرام هذه الإعادة لكرة اللعب غزول والمتابعة من كوليبالي، لكن وضعية كانت ممتازة لأنس الزنيتي اللي يبعد بعد ذلك إلى ياسر جاريسي يعكس ياسر وبدر بنوني وتناء غزول
ضاعت يا غوزول، حاول في عبد الرحيم جدا من الامل، يشير الى التدخل الواضح من الخلف. نعم فيها تدخل، بينما اللقطه الماضيه ياسر شارسي يرفع بهذا الشكل. ولاحظوا الطريقه الجميله من اللاعب الزهراوي، نعم رضا الزهراوي في لمسه فنيه رائعه. الان بالنسبه للراجا مركز الوصافه والعقد الذي سيلعب مباراته امام هورويا يوم السبت. نعم هناك اما 3 انتصارات الماضيه فكانت في مرحله الذهاب اخرها. الهدف الثاني امام الكوكب المراكشي. نعم اللقاء الذهاب التونسي مشاهدينا الكرام بملعب رادس، الانتصار انذاك بركلات الجزاء الترجيحيه لفائده في دوري الكبار الموسم القادم. بينما الكره وضعيه التسلل. نعم محمد فيدراليا ولقبان كذلك، اللي كان واحد من المدافعين المميزين. بينما فرصه بل هو رحيمي. نعم من ضيع بني ادم مره اخرى. ياجور مرر له بشكل ممتاز. اللاعب محسن ياجور حاول رفع الكره الجانبيه. هنا شوف التفاعل من يوسف السفري وكذلك الطاقم المساعد. الثانيه لا باس ان نقرب الصوره مشاهد الجوله 24. والكره المنافسه ستكون قويه جدا في الجولات القادمه بين الرفع عند التشكيله المثاليه بالتشكيل الذي يبدا به في كل مباراه. الجولة لعدم مجددا الصعوبة الكبيرة التي كوليبالي يرفع وضعية التسلل. وضعية الكرة الماضية نعم كان متسلل فيها اللاعب ياسين الداوي، وبالتالي قرار سليم من الحكم المساعد. بينما عبد الرحيم يلقى فرصة لعناصر الكوكب المراكشي. أميمي سدد أميمي، ولكن مرة جاء يتفوق على فابريس سنغا ولكن لم يركز في هذه التسيير. بعد ذلك ينطلق عبد الإله أميمي يتفوق على فابريس. هنا حاول أميمي أن يضع في الركن الأيمن لمرمى الحارس ناس الزيتي، ولكن مع صعود الثنائي بدر بانون وكذلك إلياس الحداد. بينما هنا اللقطة اللي كان فيها تحضر للمباراة فرصة بالراس لبعاد. بعد ذلك تخرج الميلاني حاضر، وعندما كان قبله أيضا عزيز العمري الرجل اللي صنع انتصارات ودوري الدرجة الثانية. انطلاقة من الجهة الأسرة العرضية، ربما الحسيمي من النزول في آخر الجولات. بينما انطلاقة هنا الكرة والعرضية، فرصة زايا يتدخل في الظروف. الحسيمة ليست كذلك في مدينة مراكش ومع الكوكب المراكشي، وبالتالي سوء هذا القرار والانفصال على عزيز العمري. ومن ثم جاء عميمي عرضية يرفع عميمي، لكن مائدة الحارس هنا انس الزنيتي. نعم حاول في عبد الله عميمي لبعض الامتار عن المرمى دي لعدم مجددا. لاحظوا دائما الجهه اليسرى يعاني من طنجه، ولكن ايضا النقاط هم فريق بمرجعيه كبيره وبارث كبير وبقاعده جماهيريه حتى المركز الاخير. هنا فرصه الزهراوي جرب حده ويسدد من خارج منطقة لعدم مجددا. هنا كان في وضعية مثالية للتسديد، جرب هنا بالقدم اليسرى، هنا مرت عالية على مرمى الحارس ناس الزيتي. يتفوق عليه عبد الإله عميمي. مراوغة ممتازة العميمي في العمق، ممتازة تعطيها بالحليبي مرة الكرة لسفيان العرضية. سيدخل زايا هو جول. عمل كبير قام به الدائرة لا يعد الجميع، وسيدخل لمنطقة الجزاء في نهاية المطاف. بالإعادة كيف تفوق على زكريا حدراف وتفوق على زكريا الوردي قبل أن يتدخل المدافع في نهاية المطاف. إلياس الحداد في وضعية ممتازة يخرج هذه الكرة. نعم تحركات مراكشية من الجهة اليمنى. يا سلام عليك يا بدر، يا سلام فقط ويقف زكريا حدراف وبكرة سفيان. يمر سفيان دائما معك يا سفيان في عملية المناح، يسجل حضوره في هذه اللحظات. تحية من باتريس كارتيرون يعرف زكريا حدراف استنزف كل قواه في مباراة كأس السوبر، وبالتالي لم يبقى دقيقة بنفس الريتم. الكرة مرفوعة، فرصة المتابعة بعناصر الرجاء الرياضي. فابريس يعيد لمنطقة الجزاء، يرفعها، فرصة جول. من أول كرة من أول تسديدة يتمكن من افتتاح باب التهديف لبطل
بطل السوبر الافريقي. نعم الرجاء الرياضي، نعم هي الثواني الاولى لك يا نناح. نقطة تحسب وهدف يحسب للمدرب باتريس كارتيرون. دخول لثواني عاد حتى له فابريس على الطاير، على الطاير كما جاء سدد في الزاوية البعيدة. 1-0. نعم فابريس حتى له على المقاس هنا باليمنى. نعم بقوة وبتركيز عالي جدا. أيوب نناح يتمكن من منح الأفضلية للكتيبة الرجاوية بهذه الطريقة. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا أيوب يا نناح، دور المنقذ. نعم معك يا نناح. شباك عمر ممتازة. يجر يجر يجر، هو ركلة جزاء. لا تحتاج إلى إعادة، هاي الإعادة لنتأكد أكثر في ركلة جزاء واضحة. باعيو يرتكب الخطأ هنا، الخطأ الأول، بعد ذلك ياجور ينطلق هنا، باعيو يقع في المحظور، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة 100% لفريق الرجاء الرياضي، وفرصة لإضافة الهدف الثاني وبقرب من المتصدر لابا. ياجور والثاني رجاوي. ياجور يعود لمعانقة الشباك من جديد. ثاني أهداف الأخضر، هو الهدف الثالث عشر له في مسيرة هذا الموسم، على بعد هدفين من المتصدر مهاجم النهضة البركانية لابا كوتشو. إذا النتيجة تتغير وتهتز المدرجات. أنصار الرجاء الرياضي فرحون سعداء بهذه الثنائية هنا أمام فارس النخيل. الكوكب يغرق يا سادة يا كرام، الكوكب يغرق والرجاء يحلق. الكوكب يغرق والرجاء في العلال اليوم. الرجاء يطير نحو مركز الوصافة اليوم، بينما الكوكب يتساءل وينادي ويستغيث: هل من طوق نجاة؟ أنا أغرق. الكوكب تغرق والكوكب تقترب من دور الدرجة.